تعالوا نروح لفقرتنا يلا. الجميله، والمصري ما يقولش ما اعرفش. هنشوف جايبين لنا ايه النهارده. ليه كوكب بلوتو ساب المجرة الشمسية؟ ليه كوكب بلوتو ساب المجرة الشمسية. المجرة الشمسية؟ أيوة. لا، كانت 9 كواكب دي. اه 9 كواكب. هو تقريبا ملقاش مكان او حاجة زي كده. متأخر؟ لا، هو موجود من بدري، اه بس هو ما جه في الاخر ملقاش اهتمام فطلع بره المجرة. مش بلوتو بس على فكره، وكوكب زمرده برضه مشي. ماشي هو كمان؟ اقسم بالله. والله مش فين؟ راح فين؟ انا مش عارف. ليه بقى؟ انا اللي بسألك. انا اللي بسألك برضه. انا مش عارف اسألك ليه. عشان خاطر لما حصل الانفجار الكوني هو بعد. تمام، هو كان اصغر كوكب. اه قاعد على القهوة عادي. قاعد على القهوة عادي. قاعد فين يعني؟ في فيصل ولا فين؟ عشان بعيد عن، ايوه ليه؟ لان حركه الشمس طبعا هو بعد، هو تقريبا خرجته من المجال بتاعه. يعني انحدر على المدار، يعني مشي اه من المدار المجموعة الشمسية وانفجر. انفجر خلاص؟ يا عبود. عبود يعرف؟ ايه ده اسطوره ده. كان صغير بتهيألي، ضئيل صغير. جدا. ايوه وبعدين؟ بس ومشي بقى. زهق منها يا عم. ليه عادي، ما اعرفش، هي ظروف كده، هو يمكن مخنوق ودخوله ضيق شويه بس. هو سابها؟ انت ما بتعرفش؟ ايه ده امتى؟ والله العظيم سابها يا عم. مجرة ضرب التبانة دي عبارة عن ايه؟ ضرب التبان. استنى بس، تعالى يا ابني، انت كنت معايا. راح ادور على بلوتو، مش جاي معايا؟ يلا بينا رايحين على بلوتو، يلا هندور على بلوتو. قال لك على اول ضرب الدبانه هناك. حموت قال لك كوكب زمرده اصله جه متاخر. كوكب زمردة مشي، وبعدين اللي اتقال لك اصل هو خرج بره لما حصل الانفجار الكوني، فهو شاف عميق. يعني لا، وبيتكلموا بجد قال لك كان صغير آه. وكان اندر ايدج. ولا لك اصله ما لقاش مكان، ولا لك اصله ما لقاش اهتمام. طب والله العظيم وحياة ربنا احنا شعب دمه زي السكر بجد. يعني هي اسئله بتبان ان هي عميقه جدا، لكن لا، وقال لك بقى الانفجار ملهاش. العظيم، ودخلنا بقى في آه. الفيزياء وفي الكيمياء وفي المجره هو اخر شمس المجره بتاعت حمو بيكا. انا عارف يعني هي دي اخر طموح عن كلمه مجره، مع احترامي لحمو بيكا يعني يا جماعه مع احترامي للمجره شخصيا. يلا نطلع بره من المجره بقى. كان في جره وطلع من المجره. لا بس بجد هي اسئله يعني عايزه اقول تاني علشان برضو محدش يفتكر ان احنا بنستهزئ لا خالص. لا طبعا. احنا بنقعد، احنا كمصريين بنحب احنا زي ما بنقول ولاد نكته، بنحب النكته والدعابه والتهريج واحنا شعب الحقيقه اي موقف لازم نطلع عليه على طول كوميكس ونكت. يعني يمكن ساعات فاكر في بدايه موضوع كورونا، يا خرابي على كم الحاجات اللي انا لقيتها نازله. الكورونا طفشت من هنا وبتاع. طب استنى شفت الماسك اللي نازل ان هم الولاد بيغشوا في الامتحان فكاتبين على الماسك نفسه، كاتبين البرشام. انا عماله افتكر البتاع مش عارفه اسمها ايه. جت على دي. في حاجات كتير جدا الحقيقه بنلاقيها.